السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد إن شاء الله يكون بسيط ومختصر. هنتكلم فيه عن سيارة لادا جرانتا الليفت باك، مواصفاتها والفرق بينها وبين لادا جرانتا العادية، وهنتعرف على بعض عيوبها ومميزاتها، لأن في ناس كتير سألت عنها وبعضهم ما يعرفش الفرق بينها وبين الجرانتا العادية. بس أنا مش هتكلم عن عيوب ومميزات لادا جرانتا بصفة عامة، أنا هتكلم عن مواصفات الليفت باك مقارنة بالعادية وعن سعرها. واللي عايز يعرف عيوب ومميزات لادا جرانتا بصفة عامة، في فيديو هنا احنا عاملينه في القناة هيظهر أعلى الشاشة دلوقتي حالا، بنشرح فيه بالتفصيل عيوب ومميزات لادا جرانتا. والفيديو ده أنا عامل فيه تقييم للعربية عن تجربة فعلية، لأني أمتلك العربية بالفعل وتقييمي ليها عن تجربة فعلية، مش مجرد معلومات أنا مجمعها فقط. اتفرجوا عليها هتستفادوا من كل كلمة موجودة فيه، وهيعرفك العربية دي مناسبة ليك ولا مش مناسبة وإمتى تشتريها. بس في البداية لو انت مهتم بعالم السيارات فانت ان شاء الله اكيد هتشترك معانا هنا في القناة، لانك هتلاقي كل ما يخص عالم السيارات من اصلاح وصيانات. فان شاء الله تشترك معانا عشان تستفاد من اللي قدمناه وبنقدمه، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ريت تعمل مشاركة عشان غيرك يستفيد. لادا جرانتا ليفت باك عربية سيدان موجودة في السوق المصري، تابعة لتوكيل الامل للسيارات. العربية روسية المنشأ، تقفيل روسي. طيب يعني ايه ليفت باك؟ هو نوع من السيارات اللي لما بتيجي تفتح الشنطة الخلفية فالزجاج الخلفي بيفتح معاها، بعكس الجرانتا العادية. والشنطة الخلفية تعتبر باب خامس موجود في السيارة. ولو هتلاحظ من البيانات اللي موجودة في مواصفات العربية، هتلاقي مكتوب ان العربية ب5 ابواب، على اساس ان الشنطة باب من ابواب السيارة بالشكل ده كده. الليفت باك بتيجي بنفس مواصفات لادا جرانتا العادية من حيث الموتور وعدة العجلات والتجهيزات، ولكن طول السيارة أصغر ب 18 مللي من لادا جرانتا العادية، وده بسبب الشنطة بتاعتها بتبقى مسحوبة كده من الخلف، وده مديها شكل أفضل، وده بيبقى واضح من الشكل الخارجي للسيارة. العربية نازلة في فئتين، أوتوماتيك ومانيوال، فيها 5 مقاعد، 2 في الأمام و3 في الكنبة الخلفية. الفئتين بينزلوا بمحرك 1600 سي سي. النسخة المانيوال منها فيها محرك 8 صباب بقوة 87 حصان وعزم 140 نيوتن، وبتستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلو. عدد السرعات فيها 5 سرعات موجودين في الفتيس المانيوال. أما النسخة الأوتوماتيك فيها محرك 16 صباب بقوة 98 حصان وعزم 145 نيوتن، بتستهلك وقود أو بنزين 7.2 لتر لكل 100 كيلو متر. وعدد السرعات فيها 4 سرعات أوتوماتيك. هيظهر فيديو أعلى الشاشة دلوقتي حالا هيعرفك الفرق بين الموتور ال8 صباب وال16 صباب لو ما عندكش فكرة عنهم. خزان الوقود في العربيتين سعته 50 لتر. الشنطة الخلفية السعة التخزينية ليها 440 لتر، يعني جرانتا العادية شنطتها أكبر شوية. العربية فيها وسائل أمان كعادة لادا جرانتا في كل الموديلات القديمة والجديدة، ما عدا موديل 2015 فقط هو اللي ما فيهوش وسائل الأمان اللي هنقولها دلوقتي. موجود فيها فرامل EBS مانعة للانغلاق، وفيها نظام توزيع لقوة الفرامل EBD. موجود فيها وسائد هوائية 2 إرباج أمامي، وفيها نظام إضاءة نهاري وقفل للأبواب لحماية الأطفال. هنتكلم عن بعض عيوبها ومميزاتها. أول عيب فيها وهو سعرها، لأن مفيش فرق كبير في الشكل بينها وبين لادا جرانتا العادية. في تحسين بسيط في الشكل، ولكن ما يستاهلش الفرق اللي موجود في السعر ده كله. وده أقوى وأهم عيب موجود فيها، لأن جرانتا من مميزاتها إنها بتقدم أفضل قيمة مقابل سعر، وده اللي مخلي فيه إقبال على شراء السيارة دي. لكن في الليفت باك السعر عالي قوي، ده غير إن الفئة السعرية دي موجود فيها أكتر من موديل في عربيات تانية. الجرانتا العادية بصراحة سعرها ممتاز جدا ومفيش عربية في سعرها. العيب التاني، كنا نأمل إن النسخة المانيوال تنزل بمحرك 16 صباب علشان الأداء يكون أفضل وتكون مناسبة لسعرها. بالنسبة لمميزاتها، في ناس كتير بتفضل التقفيل الروسي عن التقفيل المحلي، خوفا من بعض عيوب الصناعة اللي ممكن تظهر في التقفيل المحلي، لأن التقفيل الروسي بتلاقي فيه إتقان في التقفيل وجودة في الخامات، وده أنا مجربه في عربيتي النسخة الروسي منها، وبصراحة ممتازة جدا. ولأن الموديلات الروسي منها آخرها أول 2017، وبعد كده كل الموديلات تقفيل محلي، فكونها إنها تقفيل روسي ده يميزها. رقم 2 في مميزاتها، التصميم الخارجي يعتبر أفضل نسبيا من جرانتا العادية. رقم 3، تصميم السيارة الداخلي كويس جدا ويعتبر مناسب للفئة السعرية دي. رقم 4، النسخة المانيوال منها موفرة بشكل كبير في الوقود أو البنزين،
بتستهلك 6.8 لتر لكل 100 كيلو، وده معدل كويس جدا. رقم 5 ارتفاع العربية من على الأرض، وده هيفرق معاك في الطرق المكسرة والغير ممهدة، ودي ميزة موجودة في لادا جرانتا في كل موديلاتها قديم وجديد. طيب بالنسبة لرأيي الشخصي اللي ممكن يكون صح أو غلط، التقفيل الروسي محترم بصراحة، وهسيب لكم التقرير اللي اتكلمنا عنه في أول الفيديو في صندوق الوصف، بنقل فيه تجربتي الشخصية بعد 4 سنين من استخدامي للادا جرانتا. اتفرجوا عليه هتستفادوا. وزي ما قلنا التقفيل الروسي محترم جدا، وبتشتري العربية وانت مغمض، ولكن فرق السعر كبير من وجهة نظري. ده غير ان التقفيل المحلي ناس كتير معاها العربية ومرتاحين جدا معاها. وبالنسبة لعيوب الصناعة بتبقى موجودة في كل حاجة، وبتبقى بنسبة بسيطة، وضمان العربية موجود معاك، تقدر ترجع للتوكيل في أي وقت. ولو إمكانياتك تسمح تشتري الليفت باك وبتقارنها مع فئات تانية، أنا برشح الليفت باك، لأن اللادا بصفة عامة عربية قوية، وبالفعل انتشرت وبدأنا نشوفها في الطرق بشكل كبير. بالنسبة للأسعار هسيب لكم في صندوق الوصف أسعار لادا جرانتا العادية والليفت باك الأوتوماتيك والمانيوال، علشان بنعمل تحديث للأسعار، لأن الأسعار بتختلف من وقت للتاني. أتمنى أكون وصلت معلومة. لو الفيديو عجبكم ياريت لايك للفيديو واشتراك في القناة، وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد تقدر تستفاد منه، وما تنساش تعمل مشاركة علشان غيرك يستفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.